السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هندخل في المطبخ مع بعض ونعمل مع بعض صينية مكرونة بشاميل للغدا. أتمنى إنها تعجبكم، أتمنى إن انتوا تدعموني باللايك والسبسكرايب لو الفيديو عجبكم. أنا جبت حلة حطيت فيها مية بشوية ملح من غير زيت من غير حاجة، ادينا المكرونة اللي هسلق فيها المكرونة. عامة المية تغلي، أنا بجيب طاسة وبحط فيها شوية زيت ومعلقة من السمن أو الدهن اللي كنت عملته معاكم في الفيديو اللي قبل كده. سبتهم لما ساحوا وضفت عليهم نص كيلو لحم مفروم، دي جايباها من عند الجزار وفرماها عنده. هنزل عليها كده اشوحها، اديها تشويحه كده لحد لما تنزل ميتها وتبدا تتشرب الميه بتاعتها. في الوقت ده انا هيكون عندي بصلتين، طماطميه وقرنين شطه حراقين، اختياري الشطه، ممكن تضيفي فلفل بارد، ممكن مش تضيفي خالص. اول ما هضربهم في الكبه، وبعد كده اول ما اللحمه تتشرب ميتها خالص هنزل عليهم، هشيلها كده على جنب وانزل بالبصله والطماطم والشطه على جنب كده لحد لما يتبلوا. في الوقت ده انا هاخد المكرونه، انا عندي هنا كيسين مكرونه بينهم يعادل كيلو الا شويه. دي انا هعمل صينيه اللي هي الكبيره بتاعه الفرن المستطيله، اكبر واحده. هاخدها كده احطها في مصفى واهزها كويس عشان لو فيها اي فتافيت مكرونه او اي حاجه مش تضايقني. وبعد كده هتكون الميه غلت، هنزل بالمكرونه في الميه المغليه اللي عليها ملح بس، مش هضيف لها زيت ولا اي حاجه خالص، علشان انا مش عايزه المكرونه تكون فكه من بعضها، انا عايزاها تكون متماسكه. اول ما البصله تدبل هبدا بقى ان انا اقلبها في اللحمه المفرومه اللي نشفت ميتها بالشكل ده. هحط عليها كمان فلفل الوان اختياري، ده فلفل انا مجمداه كده وشايله في الفريزر، احمر واصفر واخضر، اختياري برضو، لو حابه تضيفيه ضيفيه، مش حابه خلاص. هسيبها بقى مع نفسها كده على نار هاديه لحد لما تستوي. هضيف ليها طبعا البهارات بتاعتها، عندي معلقه من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغير من البابريكا. الفلفل الاسود بتاعي عليه جوز الطيب وعليها ورق لورا فرماه معاه، عندي كمان بهارات لحمه، وعندي ربع معلقه من القرفه. هقلبهم كده مع بعض وهسيبها بقى على نار هاديه كده لحد لما تستوي مع بعضيها. في الوقت ده انا هعمل البشاميل اللي بيحب ينعمل في حله ألمونيوم، يعني بيكون افضل عشان مش تلزق معاكي. هضيف ليها معلقه من السمنه البلدي، وهضيف كمان شويه من الزيت. عندي هنا الزيت على السمنه بما يعادل الدقيق، يعني انا حاطه حوالي نص كوبايه من الزيت على السمن، زيهم بالظبط نص كوبايه من الدقيق. تمام، بفضل اقلبهم كده لحد لما الدقيق يستوي او يبدا ان هو يغير لون، ما بياخدش وقت معايا خالص، بفضل جنبه لحد اقلب فيه لحد لما ياخد اللون الذهبي. في نفس الوقت بقلب برضو بقلب اللحمه المعصجه، واخده بالي من المكرونه كل شويه اقلبها كده. انا مش عايزاها تستوي قوي، انا بسويها 3/4 سوا، كل شعله كده عليها حاجه عشان انجز واخلص بسرعه. اول لما يبدا الدقيق ياخد لون شويه، احس ان هو بدا ان هو استوى، اضيف ليه اللبن. ده كيلو لبن حليب مجمد عادي، ما فيش مشكله ان انت ما تكونيش غالياه. انا طلعته من الفريزر وكده، بس لازم اكون متاكده ان هو لبن حليب، ما يكونش رايب مني ولا اي حاجه. هضيف برضو نفس الكميه، حوالي لتر من الشوربه. دي شوربه لحمه، لو مش موجوده عندك ممكن تضيفي ميه وتضيفي لها مكعبين مرقه، بس انا بفضل الشوربه الطبيعيه. عندي هنا ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه ضفتها عليها برضو. ممكن تضيفي بقى جبنه، ممكن تضيفي كريمه لباني، ممكن تضيفي قشطه، ممكن تضيفي اي مكون انت حباه، بس انا هي على قد ايدنا كده، فانا عملتها بالطريقه دي كده من غير الاضافات اللي انا قلت عليها. بمضرب سلك برضو افضل اقلب فيها كده كويس عشان مش تتكلكع معايا. لو قلبتها بسرعه 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 بمضرب سلك، مش هتحتاجي ان انت تعمليها بمهد بلندر ولا تعملي فيها اي حاجه ولا هتكلكع معاكي. مضرب السلك هيخليها تفك معاكي وتكون جميله قوي بالشكل ده. اتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم منه كل جديد. عندي هنا المكرونه خلاص استوت، اخدت 3/4 سوا. هصفيها بقى، مش هحط عليها ميه ولا هحط عليها زيت زي ما قلت لكم. هفضيها في الحله وهضيف ليها نص معلقه من الملح ونص معلقه من الشطه، انا بحبها سبايسي شويه، لو انت مش حابه خلاص. وهضيف ليها شويه من الفلفل الاسود، وهنزل عليها بقرشتين من البشاميل. هقلبهم كده مع بعض علشان انا عاوزاهم يكونوا متماسكين مع بعض. عندي الصينيه بقى هدهنها باي ماده دهنيه، زيت او سمنه المتوفر عندك. دي الصينيه الكبيره زي ما قلت لك، الحجم الكبير في الثلاث صواني بتوع الفرن. دهنتها زيت كده وهنزل بيها بكبشتين من البشاميل. قعر الحله كده بيخليها برضو متماسكه وتطلع معاكي كده، الخلطه بتكون ماسكه بعضيها، هي بتبقى جوسي كده. يعني انا بحب البشاميل بتاعها يكون طري شويه، فبتكون طعمها حلو قوي، وفي نفس الوقت تكون متماسكه معاكي مش تفشكل منك لو عملتها بنفس الخطوات دي. هنزل بقى بالحشو
في النص كده لحمه معصجه بالفلفل الالوان بالبصل بالطماطمايه اللي احنا عملناها بالفلفل الحراق، وانزل عليها كمان بكبشه واحده من البشاميل، هيخليها متماسكه وما تقعش من المكرونه لما تيجي تغرفيها. في اضافه كمان دي جبنه موتزاريلا، لو انت حابه تضيفيها في النص برضو هتساعد انها تكون متماسكه، وكمان هيكون طعمها جميل. تمام. هضيف بقى الجزء التاني من المكرونه. الطبقه التانية انا بقسم المكرونه نصين، بحط نص تحت ونص فوق. اكيد طبعا انتوا ستات بيوت وعارفين الطريقه والمقادير، بس يعني ممكن يكون عندي اضافه، ممكن انتوا تكتبوا لي اضافه. احنا مع بعض في التعليقات، اتمنى انتوا تكتبوا لي اي كومنت يعجبكم، سواء كان الفيديو عجبكم او انا برضو بقبل النقد. المهم يكون في تواصل ما بيننا. انا بقى هحط بقى البشاميل كله فوق كده طبقه حلوه. زي ما قلت لكم المكرونه بتكون حلوه قوي لما بتضيفي لها بشاميل كتير، ويكون البشاميل بتاعها مش سميك، يعني يكون لين شويه كده، بتكون جميله قوي. بمسح الاحراف بتاع الصينيه علشان طبعا لما تدخل الفرن ما تعملش ريحه وحشه. البشاميل على الاحراف كده بيدي ريحه مش حلوه خالص. بنضفها كده كويس، وبعد كده بضيف ليها جبنه موزاريلا على الوش تسيح على الوش كده. ممكن انت تعملي بيضه بحبه فلفل اسود تنزلي بيها على الوش، لو مش بتحبي البيضه على الوش تنزلي بالجبنه الموزاريلا كده، بس ما ينفعش ان انت ما تحطيش حاجه. انا هدخلها الفرن في الوقت ده، هغسل شويه المواعين اللي بتاعه المكرونه وكده، هي عيبها ان هي بتعمل شويه مواعين شويه في الحوض. هغسلهم وفي الفرن بتستوي، هتطلع معايا في الاخر بالشكل ده. شكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.